بصوا بقى يا جدعان، انا هسمعكم دلوقتي اللي بجد بقى انا شغال عليه 24 ساعه، لازم انزل لكم الاغنيه دي. اسمع كده يا فنان. حسام شيكو عشت موجوع ببكي في دموع مش صحبة طول ايام. هي دي الاغنيه اللي انا سمعتها وعايز ادخل معاك فيها بعد اذنك يا عم حسام. انا جاي لك من اسماعيليه مخصوص وعايز ادخل معاك في الاغنيه دي يا عم حسام. اسمع صوتي ومش هتندم. اديني فرصه. في ايه حضرتك؟ مالك؟ انا قاعد بسمع الناس حاجه، انت بتقول ايه حضرتك؟ معلش يا عم حسام، انا الاغنيه دي عجباني ولازم ادخل فيها. تدخل فيها ازاي؟ اسمع صوتي ومش هتندم يا عم حسام. يا حبيب قلبي الاغنيه دي عايزه عرب وعايزه فن يا حبيب قلبي فنان. اسمع مني كلمتين كده، ولو ما عجبتكش يا عم قول لي مش، بس والله هتعجبك. قد الدنيا. طب سمعني كده اي حاجه نشوف، لو تمام نركب معاها يا عم. ماشي يلا. تفوت سنين واقول نسيت خلاص وانا ولا بنساه، واشوف صورته بتوحشني حياتي معاه. بس شكرا. ينفع تركب الصاروخ وينفع تخش في الاغنيه. تعالى بقى نشوف بقى الصاروخ هيحولك ازاي، وهنشوف هنعمل ايه في الاغنيه دي. مفيش قصادنا كنت غلبان في حالي سلكان، خلوني فلتان بدوب سجارة. مريت باكتئاب وشفت انا عذاب، ذكريات باب بتمنى انساه. غلطت اني حبيت وليه انا حنيت، خلتني قلت يا ريت ما كنت اهواها. لا 10/10 يا فنان، وهكملها لك. بس انا عايز اسالك سؤال، ايه رايك بقى في الشغل بامانه؟ هات بس السماعه الاول كده وبعد كده قول لي رايك بقى براحتك. يا جميل والله يا عم حسام. طب دلوقتي يا صاحبي، لو اي حد عايز يجي بقى يغني ويركب الصاروخ، هيتواصل ازاي ولا هيعمل عن ايه؟ طريق الواتساب. طب فين رقم الواتساب يا فنان؟ اهو. يا جدعان انتوا بقيتوا تعملوا حاجات غريبه يا جدعان، انا بقيت اتضايق بسبب الكلام ده. تعالى يا عم، تعالى يا عم، انا هكافئك انا النهارده، اكمل لك بقيه الكلمات. تعالى بقى نطلع نشرب بره اي حاجه كده يا فنان. يلا بينا يا صاحبي.